مش كويس، تعال اقولك نعمل ايه. انا داليا سالم انجلش ترينر، وخلينا نشوف. ممكن يكون ابنك عنده مشاكل في عضلات الايد، يعني عضلات ايده مش قوية. تمام. في الحالة دي طبعا عندنا حاجة اسمها pre-writing skills، اللي هي مهارات ما قبل الكتاب. يبقى مثلا حاجات زي كده، مثلا اشكال هوريها لك دلوقتي. مثلا كده بحاول ان الطفل يمشي على الاشكال دي مرة واتنين وتلاتة. طيب انا حاسة ان عضلات ايده ضعيفة ومش قادر يتحكم في القلم، بعمل ايه؟ بجيب اللي هي الصلصال، يبتدي ان الطفل يعجن الصلصال، يبتدي يفرده ويعمل بيه اشكال، ففي الحالة دي بقوي عضلات الايد. ابتدي مثلا open your hands close your hands open your hands close your hands، ده برضو بيقوي عضلات الايد. فتح ازايز، قفل ازايز. ممكن تجيبي ازايز كتيرة بغطيان، ممكن تقطعيها ويبقى بس اللي هي راس الازازة والغطيان، ويفتح ازايز، يقفل ازايز. كل الحاجات دي بتقوي عضلات الايد. ان هو يكتب between two lines، لما نيجي نكتب في الانجليش فيكون كتابته كلها between two lines، يعني بين السطرين. مثلا طبعا في two lines وفي كمان three lines لو هكتب حاجة مثلا capital. فخلينا نشوف حاجة زي كده. هعمل كده and a small، حاجة زي كده، هي مش واضحة قوي. A capital and A small. ان هو يبتدي يكتب بين السطرين وبين الثلاث سطور لو هنكتب حروف الكابيتال. واحدة في واحدة الطفل هيبتدي يكتب، يكون خطه حلو. اهم حاجة التيتشر اللي بيكتب للطفل يكون بيكتب اصلا على السطور دي، بيكتب between two lines وبيعرفوا الحروف الكابيتال بتتكتب ازاي وحروف اسمه بتتكتب ازاي. ولو الطفل بيلخبط بنمسحه وبنرجع نكتب تاني. واحدة في واحدة بتلاقي الطفل منظم، خطه حلو قوي.